السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ بصوا لميت بقى بواقي التلاجة وطلعت منها حتة طاجن يستاهل بقكم، تحفة بجد. أول حاجة عملتها جبت قرن فلفل رومي أو الكوبي، قطعته كده حلقات صغيرة. دي بقى كان باقي المكرونة اللي كانت عندي اللي أنا كنت مشوحاها كده بالسمنة، كنت حاطة عليها فلفل أسمر وملح بس، وكنت عاملة جنبها بانيه. طبعا اتبقى مني مكرونة واتبقى بانيه. هعمل بيهم طاجن تحفة. همسك بقى البانيه ده اللي اتبقى، طبعا كمية، هقصقصه كده بالمقص لحتت ايه صغيرة، مش صغيرة يعني وسط كده، تبقى حلوة باينة كده في الطاجن. الطاجن اللي انا هعمله ده هيكفي حوالي من فردين لتلات افراد، يعني هو كفى عندي انا 3 افراد، وكان طعمه حلو جدا. فهنا بقى كنت بقطع البانيه. تمام، بصوا يعني ما يبقى فيه بواقي في التلاجة حاولوا تدوروا على اي اختراع كده تعملوها بيها، المهم مفيش حاجة تترمى عشان خسارة، حرام كمان. فانا بصراحة قلت ايه، انا هجيب بواقي التلاجة وهعمل منها فطار، وبجد كان احلى فطار والله العظيم، يعني طاجن كان تحفة يستاهل التجربة. اهي بصوا بقى، دي المكرونة اللي كانت متبقية عندي. هقوم جاية بقى، وكان لقيت بقى عندي في الفريزر حبة صلصة مكرونة، كنت حطاهم كده في علبة وشايلاهم. هقوم جاية واخداهم كده حطهم على المكرونة، واحط عليهم الفلفل الكوبي اللي انا كنت مقطعه حتت صغيرة، وحط عليهم الفراخ البانيه. اهو انا بحط الفلفل الكوبي، وهقوم جايه حاطه الفراخ البانيه، وهقلبهم كده كويس قوي قوي في بعض. وكان عندي بقى حتتين جبنه تركي برضو كده لقيتهم في التلاجة، رحت جايه قلت ايه هكسرهم كده عليها. طبعا اللي عايز يستغنى عن الجبنه التركي عايز يستغنى عنها يعني. تمام، هقوم جايه بقى جايبه برام، وهفضي فيه بقى كل الحاجات اللي انا قلبتها على بعض دي. طبعا بقى الجبنه التركي هتسيح جوه المكرونه، هتديها طعم وريحه جنان تحفه. وهقوم جايه بقى جايبه جبنه موتزاريلا، حطاها بقى مغرقه الوش بتاعها كده كله جبنه موتزاريلا. وبعد كده هدخلها الفرن على درجه حراره متوسطه لحد لما الاقي الجبنه بس ساحت كده من فوق، وهطلعها. انا كده كنت خلصت البرام بتاعي، هدخله بقى الفرن. ولو اول مرة تشوفوني ادعموني بشير ولايك وسبسكرايب لقناة مطبخ سلوى. وده كان الطاجن بتاعي بعد ما خلص، يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم، سبتكم في رعاية الله وحفظه.